عبد الحليم حافظ ملوش اي اصول عربيه، راجل فلاح مصري 100%. اخواني المدلسين والمدلسات في كل مكان، هل تعلموا ان عبد الحليم حافظ ما اسموش عبد الحليم حافظ او النعمه؟ امال اسمه ايه؟ اسمه عبد الحليم علي اسماعيل شبان، من قريه الحلوات في الشرقيه، ابن الحاج علي اسماعيل مؤذن الجامع الكبير اللي في القريه. امال يطلع ايه حافظ ده اسم حركي يعني، زي ام كلثوم، زي فريد الأطرش، علشان يلزق في المخ ما يتنساش. فيا اخواني المدلسين، ما ينفعش نستدل باسم حد على نسبه. عارفين بقى مين اللي كذب عروبه عبد الحليم حافظ ونفى كل كلام ابن اخوه محمد شبانه خالص؟ الاعلامي مفيد فوزي، اللي كان مرافق عبد الحليم حافظ طول مسيرته الفنيه. الاعلامي مفيد فوزي قال: انا طول عمري كنت بسمع عبد الحليم حافظ بيقول انا شرقاوي، انا شرقاوي، انا مصري ابن مصريين. ما ذكرش خالص طول حياته ان ليه اصول عربيه. طب يعني انت كل السنين اللي عاشها دي ما طلعش اي كلام ان ليه اصول عربيه؟ ما يجيش الكلام على اصوله العربيه ده الا بعد موته بعشرات السنين. مبدا خدوني معاكم يركب تاكسي. يعني ابن اخو الفنان عبد الحليم حافظ محمد شبانه قال: يا جدعان احنا من قبيله بني تميم، احنا العيله كلها كانت مهاجره. طب يا عم الحاج، معاك شجره نسب بتثبت ان انت بتمتد لبني تميم؟ لا. طب معاك اي شيء تاريخي تستدل بيه على الهجرات اللي كانت من نجد لغايه الشرقيه؟ لا برضه. امال ايه يا عم، احنا من نجد وجينا ولدنا عبد الحليم حافظ في الشرقيه عندكم بالغلط دي. الصوره دي مش لعبد الحليم مع اهله بني تميم، ولا حتى كانت في السعوديه. دي كانت صوره واخدها في الكويت ضمن الزيارات اللي كان عملها في الكويت كتير، وعمل حفلات غنائيه ضخمه في الكويت اتذاعت على التلفزيون الكويتي. طب الصوره دي اتلقطت في الستينات اثناء زياره عبد الحليم حافظ للسعوديه. وعلى فكره عبد الحليم حافظ زار السعوديه اكتر من مره، كان فيها زيارات بيعمل فيها حج وعمره، وزيارات تانية كانت زيارات خاصة. زيارات خاصة بمعنى ان الامراء وشعراء القبائل كلها كانوا بيتجمعوا لما كانوا بيعرفوا عبد الحليم موجود، والناس هناك ظبطوه لبسوه الشماغ، والقعدة كانت اخر منجهة. ولكن عبد الحليم حافظ ما عرفش يعمل حفلات غنائية هناك لان الموضوع ده كان ممنوع تماما في السعودية، فكانت الاعداد بتبقى خاصة قوي يعني في الدكاكين. عبد الحليم حافظ الطفل الفلاح المصري اللي كان بيبلبط في الترعة لغاية لما جات له البلهارسيا. لا تصريح عابر ولا كام صورة يقدروا ينفوا مصريته، ولا يقدروا ينسبوه لأي قبيلة عربية أو أي أصول تانية. ولو افترضنا جدلا وقلنا ليه أصول عربية يا عم، ده لا يقلل من مصريته في شيء. عبد الحليم حافظ بأغانيه وألحانه المقاومة الوطنية ضد الغزاة، لسانه وتعليمه وإنتاجه مصري، أغانيه وكلماته والغزل والمشاعر اللي فيها مصرية، من دمه وروحه مصري، والنيل جواه بيسري. وكان معكم حورس قبط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.